السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل المعمولة. هقولك ازاي تطلع معاكي حلوة او مضمونة وناجحة. انا الصراحة بعملها كل مرة وبتطلع معايا الحمد لله الحمد لله يعني كويسة وناجحة وبتطلع معايا حلوة اوي. مكوناتها بسيطة خالص ومش مكلفة وتقدري تعمليها في اي وقت. قبل ما اقولك المكونات اللي معايا ايه. اول حاجه بتجهزيها في المعموله هي الشربات. انا الصراحه عملته عشان اسيبه يبرد. الشربات بتعمليه ازاي؟ لكل كوبايه ميه كوبايه سكر، يعني لو هتحطي كوبايتين ميه يبقى كوبايتين سكر. يعني زي ما قلت لك كوبايه ميه لكوبايه سكر، ده الشربات بتاعه. وتحطي بعديها بعد ما بيغلي بتحطي عصره ليمونه وايه تحطي كيس فانيليا بس كده. وبعد كده بتسيبيه يبرد خالص. يفضل لازم اهم حاجة اول تكة يعني الشربات يكون معانا بارد. بعد كده هنبدأ في المكونات بتاعتنا بتاعت المعمولة. انا معايا هنا نص كيلو دقيق، ومعايا هنا كوباية مية دافية للعجن، ومعايا نص كوباية زيت، ومعايا هنا كيس خميرة فورية. تقدري تجيبي اللي هي الخميرة اللي هي العادية اللي بتبقى في الفرن اللي هي الجافة. ومعايا هنا معلقة صغيرة سكر وربع معلقة ملح بس كده. اول حاجة خالص هبدأ احط المكونات الجافة كده معايا. يبقى انا حطيت السكر والملح، وهحط كده هحط كيس الخميرة. لو هتجيبي خميرة من اللي هي بتاعت الفرن اللي هي الجافة حطي منها معلقة صغيرة اهو. وهقلب المكونات دي كده مع بعضيها. هي على فكرة سهلة جدا وحلوة الصراحة وتحلية حلوة. والله على فكرة في ناس بيعملوها بالنسبة لهم افطار، يعني معظم الرجالة بيحبوا يفطروا بيها وانا واحدة من الناس بحبها الصراحة وممكن افطر فيها عادي خالص. هنا بقى بعد ما قلبت كده المكونات الجافة كده مع بعضيها، هبدأ بقى انزل بكوباية الزيت، نص كوباية زيت. هقلبها وارجع لكم تاني. وزي ما انتوا شايفين معايا انا كده قلبت كويس قوي. عايزاه زي حبيبات الرمل كده زي ما انتوا شايفين. هو ده اللي انا عايزاه. اهم حاجه تفركي كويس قوي يعني الزيت مع الدقيق زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ان انا ايه هنا احط كوبايه الميه، مش هحطها كلها لان في دقيق بيشرب ميه كتير، وفي دقيق ما بيعوز مش بيعوز ميه كتير. فهبدا بقى ان انا انزل كده بالتدريج شويه بشويه. يعني هحاول ان انا احط كده ربعها حتى وهقلب. وهنا بعد ما حطيت ربع كده من كوبايه الميه هتعوز شويه كمان. على فكره هي ممكن ما تحتاجش الكوبايه كلها لان في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق مش كل الدقيق زي بعضه. هقلب بردك. يبقى انا سبت يعتبر ربع كمان. يبقى انا حطيت يعتبر كوبايه الا ربع من ميه. هقلب واشوف هيحتاج تاني ولا لا. وهنا بقى بصوا بعد ما قلبت كده كويس، على فكرة هي احتاجت معايا يبقى نص كيلو دقيق احتاج معايا كوباية مية. لو انت عايزة تعجني بلبن مفيش مشكلة عادي يعني. وزي ما انتوا شايفين انا فضلت اعجن فيها لحد ما تبقى معايا كويسة اهي، مش بتلزق في ايدي ولا بتلزق ولا اي حاجة. شايفين انا عايزاها كده. افضلي عجني فيها. سر النجاح اي حاجه انت بتعمليها في عجن العجينه. اعجني كويس قوي العجينه والحاجه هتطلع معاكي ان شاء الله مضمونه وكويسه. فزي ما انتوا شايفين هي مش بتلزق في ايدي ولا اي حاجه، وده العجنه اللي انا عايزاه. هبدا اعمل ايه بقى؟ احط هنا شويه زيت في الطبق واحطها كده وبردك هدهنها بردك كده بشويه زيت. وهسيبها بقى ايه ترتاح معايا تخمر. اغطي عليها بستريتش او بكيسه المتوفر عندك يعني. هبدا بقى ان انا اغطيها باي حاجه واسيبها حوالي ساعه على الاقل عشان تخمر معايا. كل ما العجينه بتخمر كل ما تبقى نتيجتها مضمونه في اي حاجه انت بتستخدميها. فهسيبها بقى تخمر حوالي ساعه كده وارجع لكم تاني.
وهنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين معايا العجينه خمرت، وزي ما انا قلت لكم انا سبتها حوالي ساعه، وزي ما انا قلت لكم كل ما بتسيبيها فتره اطول كل ما بتديكي نتيجه افضل. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين هي كانت قد ايه وبقت قد ايه. اهم حاجه يعني عايزه تبقى العجينه معاكي حلوه، الحاجه اللي انت بتعمليها تطلع معاكي حلوه، عجيني كويس قوي العجينه. هبدا بقى الحشو اللي انا هحتاجه هنا النهارده في المعموله. انا معايا هنا كوبايه من السميد الهريسه اللي هي السميد البسبوسه ده، ومعايا كوبايه سكر، ومعايا شويه من القرفه. دي الحاجات اللي انا هحتاجها للحشو بتاعت المعموله، الحشو بتاعها. هبدا بقى ان انا كده ايه احط كوبايه السميد الهريسه، وهحط كوبايه السكر، وهحط شويه القرفه، وهقلب ده كله كده مع بعض. هي حلوه قوي الصراحه وطعمها حلو. لو انتي بتحبي مثلا معموله ومش عايزه تحطي فيها قرفه ممكن ما تحطيش قرفه على فكره، ممكن تعمليها بالمكسرات، يعني مثلا جوز الهند مع سوداني مع آه يعني جمل حاجات من دي عادي. وهنا بعد ما قلبت كده كله مع بعضه انا معايا هنا شويه من الميه، شويه من الميه كده هقلب بيها. انا عايزه كله يبقى ماسك في بعضه كده مع بعضه. وزي ما انتوا شايفين بعد ما حطيت الميه انا عايزاها كده بالظبط كده. هبدأ بقى ان انا ايه اجيب العجينة اللي خمرت معايا واطلع الهوا منها كده واقلبها. شفت العجينة معايا جميلة جدا اهي، مش بتلزق ولا اي حاجة. هبدأ بقى ايه اعملها، هقسمها نصين. بصوا يعني هسويها كده نصين، لان انا هعمل طبقة تحت وطبقة كده من على الوش. ومعايا هنا نص التاني كده. يبقى انا كده قسمتها نصين، قسمت العجينه اللي معايا لكورتين. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، هجيب بقى الصينيه اللي معايا دي واخد نص منها وافردها. هبدا بقى كده ان انا افردها بايدي، هوزعها في الصينيه وارجع لكم تاني. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده بعد ما فردت النص اللي معايا تحت هنا. هبدا بقى ان انا ايه اجيب الحشو اللي انا عاملاه معايا وافرده كده في قلب الصينيه. وهنا بعد ما وزعت القرفه كده الحشو بتاعها، يعني بعد ما وزعته كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين، هبدا بقى ان انا ايه النص التاني اللي كان معايا، طبعا احنا قسمناها لكورتين نصين، يعني نص تحت والنص التاني هفرده معايا بالنشابه، وبعد كده هحطه على الوش. خليكم معايا هعملها. هنا بقى بعد ما جبت النص التاني كده وفردته على العجين على الحشو من فوق، هبدا بقى ان انا اعمل ايه، هبدا ان انا اقطعها. وهنا بقى بعد ما قطعتها بالسكينه هجيب بقى كده معايا بيضه اهو، معايا بيضه هحط عليها شويه من القرفه، يعني هحط بص يعني ربع كده معلقه صغيره عشان خاطر ريحه زفاره البيض بردك. هبدا بقى ان انا اجيب البيضه اللي انا كده قلبتها بالقرفه زي ما انتوا شايفين اهو. هبدا بقى كده ان انا اوزعها، هبدا كده ان انا اوزعها على المعموله.
لو عايزه تحط شويه خل مكان المعموله مفيش مشكله. بعد هنا بقى ما وزعت كده البيضه معايا شويه سمسم يكون ني اهم حاجه، عشان انت لو جبتي اللي هو المستوي وجيتي تعملي المعموله وحطيتيه على وش المعموله هينحرق منك. فهبدا بقى ان انا ايه شويه السمسم كده اوزعه. انا طبعا مشغله الفرن مسخناه عشان يكون الفرن سخن معايا. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكل الصينيه عامله ازاي؟ بجد جميله جدا وتفتح النفس. على فكره اول ما طلعت على طول حطيت عليها الشربات، لان الشربات دافي. اهم حاجه عشان خاطر ما تتعجنش منك المعموله، لازم يكون الشربات دافي والصينيه تبقى سخنه. اول ما طلعها في الفرن من الفرن تحطي عليها الشربات، لا الا حاجه من اتنين، لا الا تبقى صينيه المعموله بارده والشربات سخن، يعني عكس بعض. اهم حاجه يكون في حاجه منهم تكون بارده. وزي ما انتم شايفين انا طلعتها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد والله العظيم روعه وجميله قوي 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 اهو. يا رب بقى الايه ما تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وزي ما انتم شايفين انا حبيت ان انا اقطعها معاكم عشان برضك تشوفوها ومستويه من تحت وجميله اهو. بجد جميله، وشفتوا قلبها طريه وجميله جدا، مش ناشفه ولا اي حاجه، والشربات واصل لها. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ بجد جميله قوي قوي قوي. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني.